السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد عن البروتوكول التعاوني اللي عمله المهندس محمد قبطان المنسق العام لحملة هنجملها لدعم الرئيس السيسي مع وزارة الزراعة. إن هو فعلا قام بعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030، بالإضافة لعمل استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050. وهو أوضح أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد، ويقع على عاتقه تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري. وأوضح في تصريح خاص بأن الهدف الأساسي من بروتوكول التعاون ده بيتمثل في تعزيز التعاون المشترك بين قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ومؤسسة هنجملها لنشر التنمية المستدامة. وده بيتم طبعا لنشر الوعي البيئي من خلال زراعة الأشجار في المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات وشوارع المدن، خاصة المدن الصناعية والمدن السكنية الجديدة. وأضاف كمان إن ده بيأتي كمان لتوعية الطلاب المدارس والجامعات وحثهم على المشاركة في المبادرات وحملات التشجير. طبعا ده كله بيساهم في التخفيف والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، ومرتبط طبعا بالقب اللي مصر لسه كانت مترأساه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤتمر التغير المناخي اللي كان لسه فيه آخر 11، اللي استمر من أول 11 لآخر 11، استمر بالظبط حوالي 12 يوم في شرم الشيخ، طبعا بالإضافة ليوم واحد أجازة أثناء انعقاد القب. وايضا ليهم دور هام جدا في تنميه الوعي لدى المواطنين لا سيما الاطفال، وان شاء الله هنشارك مع المؤسسه في اجراء العديد من الندوات التوعويه والارشاديه في الجامعات والمدارس والانديه وكافه مؤسسات الدوله، سواء كانت حكوميه والمؤسسات الخاصه وايضا منظمات المجتمع المدني. فهذا البروتوكول سيكون بدايه لتعاون مثمر بين الوزاره وبين مؤسسه هنجملها، وتمنياتي بالتوفيق ودعواتي لبلدنا الحبيب مصر بالامن والامان والرخاء والمحبه بين كل المواطنين. نشكر سيادتك يا فندم على اعطاء الدعم الكامل والدعم الفني. شكرا. وكمان أكد المهندس قبطان بأن من أهداف البروتوكول التعاون بتتمثل في نشر نماذج تطبيقية للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمحافظة على التنوع البيولوجي وإعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث من خلال عمليات التشجير، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعي البيئي. وطبعا ده بيعزز جهود الحكومة في نحو التحول الأخضر يعني الحكومة 24 ساعة بتحس عليه يعني، وبتشدد عليه. وأكد كمان قبطان إن أهمية المساهمة الطوعية للمجتمع المدني في جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية لمصر نحو تغير المناخ في استراتيجية تغير المناخ 2050، والمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء داخل القرى والمدن والريفية، فضلا عن المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية الزراعية لزراعة 100 مليون شجرة. طيب في المقابل الإرشاد الزراعي أو وزارة الزراعة المفروض تعمل إيه؟ المفروض توفر الكوادر العلمية لإلقاء المحاضرات وتوفير المعلومات والتقنيات الفنية والمشاركة في تنظيم ندوات التوعية البيئية ومبادرات التشجير اللي بتقوم مؤسسة هنجملها بيها. ده طبعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التنسيق لعمل رحلات إلى المدارس لزيارة الغابات الشجرية ومنشات الإدارة المركزية للتشجير. ده كله طبعا من أجل تنمية المهارات ورفع الوعي البيئي بين الشباب، وتوفير المساهمة في توفير شتلات بعض الأشجار الخشبية أو المثمرة ونباتات الزينة. دي طبعا ده كله من ضمن الحاجات اللي هتحتاجها مؤسسة هنجملها عشان تعمل أنشطة داخل المحافظات المصرية. بالإضافة كمان إن قيام مؤسسة هنجملها بالتنسيق مع المحافظات والمدارس والمعاهد والجامعات لتنفيذ أنشطة التشجير وندوات التوعية البيئية في إطار استراتيجية مصر لتغير المناخ. فده كله برضو لازم يكون بالاشتراك والمساهمة مع وزارة الزراعة، بالإضافة لتوفير ونقل الشتلات اللازمة لعمليات التشجير التي تقوم بها مؤسسة هنجملها. دي كلها برضو لازم وزارة الزراعة برضو تكون متعاونة فيها، لأن دي من ضمن بروتوكول التعاون. طبعا جنبا إلى جنب تنظيم ندوات التوعية البيئية في المدارس والمعاهد والجامعات، والتنسيق الطرفين الأول والتاني تجاه تنظيم رحلات طلابية للمشاتل وان شاء والغابات. الله هنشارك كمان مع ده كله المؤسسه. من ضمن بروتوكول التعاون، واعتقد ان بروتوكول التعاون بيعزز دور مصر نحو اللي هو فعلا التحول الاخضر والتحول المستدام. ودي الصور التوضيحية والفيديو التوضيحي أثناء عقد بروتوكول التعاون بين مؤسسة هنجملها ووزارة الزراعة متمثلة في قطاع الإرشاد الزراعي. دي الصور الحصرية الموجودة برضو وتوقيع البروتوكول والفيديو المختص بيها برضو.